هنتكلم عن قيمة إنسانية، شعور إنساني بيلزمنا كلنا، أو لاستمرار أي علاقة هو شعور هام جدا وهو التسامح. التسامح يعني إنك تقدر تخلص عقلك من الغضب. العقل بيبقى محبوس من الغضب، بتفك الحبس بتاع العقل ده وتتسامح. التسامح هو إنك ما يكونش عندك رغبة لأذية الآخر أو الانتقام منه. التسامح هو علاقة جيدة مع نفسك. انت لما بتتسامح مش بتسامح الآخر وبس، لا، انت بتسامح نفسك، بتتصالح معاك، بتتخلص من شعور انك ضحية. امتى بنحس ان احنا مش زعلانين من حد؟ اما نحس ان احنا ضحية، وان احنا اتغلط فينا، حد جرحنا. لو حطينا في دماغنا ان انا مش ضحية، ان انا انسان مش ملاك، ممكن يكون فيه عيوب والاخر ده اشار اليها، ان الاخر ده انسان وممكن يغلط، نحترم ضعف الاخرين وضعفي النفسي، بناء عليه بنقدر نتسامح مع اللي قدامي ونتصالح انا مع نفسي. التسامح ده مش بس هديه او حاجه انت بتعملها للاخر، انت بتعملها لنفسك قبل ما تعملها للاخر. زي ما بنقول النار بتحرق نفسها قبل ما تحرق غيرها. لما بتكون مغلول من حد، الغل ده زي ما بيقولوا بيبقى نور، زعلان من حد، عمال تفكر ازاي ترد له الاذيه، ازاي تنتقم منه، كل ده بيحرق جواك، بيشوش على قلبك، بيحبس عقلك، بيخلي كل ذهنك منصب على ازاي تنتقم منه. يوم ما تتخلص من الشعور ده وتتصالح مع نفسك انت في الاول، تقول لا. التسامح ده قوه اراده، انت تبقى ارادتك قويه وتقول لا، انا انسان وهو انسان. الموقف ده انا ما كنتش فيه ضحيه وتعديه بسهوله وتاخد الامر طبيعي، وتبدا تغفر وتبدا بعلاقه كويسه. ودايما تذكر ان الارصده للاخرين، يعني ما تحاسبش اللي قدامك على موقف عمله، ممكن يكون له رصيد قبل كده سابق كتير قوي. بالنسبه للزوجين، اكتر حاجه تخلي العلاقه تستمر بين اي زوجين هي التسامح، لان بطبيعه الاحتكاك في الحياه بيصدر من الزوجه مواقف تزعل الزوج او العكس، فعلينا ان يكون عندنا مساحه من التسامح. المساحه دي تتوجد امتى؟ لو كل واحد فينا حط ارصده للتاني. يعني انا هنزعل من جوزي، لا، نفتكر له الحاجه الكويسه، ده كذا وكذا وكذا وكذا. في قصه بيقولوا كان في صديقين ماشيين في صحراء، فواحد فيهم ضرب التاني قلم. جه اللي انضرب كتب على الرمل: صديقي ضربني بالقلم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني. بعديها بشويه كان في تعبان هيقرص نفس المضروب، جه صديقه اللي ضربه قتل التعبان وانقذه. جه رايح على حجر وكتب: صديقي انقذني من الموت. فسأله: انت ليه كتبت كده؟ ليه كتبت لما ضربتك كتبتها على الرمل، ولما انقذتك كتبتها على الحجر؟ قال له: عشان نفتكر الحاجة الحلوة وننسى الحاجة الوحشة. دايما نحط في دماغنا كده، مش بس نبص للي قدامنا ونحط خلاص منظار وعدسة مكبرة على الخطأ بتاعه، لا، طب ما في حاجات كويسة عملها. اكيد بما ان العلاقة مستمرة لمدة طويلة، احنا بيكون بينا مواقف حلوة ومواقف وحشة، فاحنا نحط الارصدة قصاد بعضها بحيث ان احنا نقدر نكمل العلاقة، ونقدر نخلي الرصيد الحلو يمسح الاساءة. وخليك فاكر ان التسامح ده هدية منك لنفسك قبل ما تكون للاخر. انت بتصفي روحك، بتحس بالانطلاق، بتحس انك اقوى وافضل وانقى وبروح شفافه، وتقدر تستقبل الحياه وتستقبل الاخر بروح كويسه، راضيه عن نفسك وباخلاق كويسه. نتمنى ان احنا كلنا يكون في قلوبنا تسامح، والى اللقاء في حلقه قادمه.